جبوير اف ام راستيا بوير بناسن. مرة ثانية برحب فيكم مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 من قامشلو من مدينة الحب. فقرتنا الحوارية وصلنا مثل ما ذكرنا لكم من الصبح انه رح يكون ضيفنا. طبعا الفقرة رح تتضمن موضوع مهم كتير مؤخرا. طبعا ضيفنا بالإذاعة هو الدكتور فواز حاج إبراهيم، أخصائي بأمراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم. خلونا أن نحن وانتم نرحب بالدكتور ونبلش بموضوعنا. دكتور فواز حاج إبراهيم، أهلا وسهلا فيك باستديو بوير اف ام. وبكم يا أهلا وسهلا. طبعا نشكر حضور الدكتور بالإذاعة، وطبعا الموضوع المهم اللي راح نناقشه اليوم. لكن للاتصال والمداخلة 429 هو الرقم الأرضي، الواتساب 093 82 80 81 4. عبر الفيسبوك والبث المباشر فيكم تنضموا لنا بوير عربي عبر رسالة. حب أنوه لمستمعينا ومتابعينا أنه فيكم تبعتوا أي سؤال بخص مرض ما معين، بخصوص طبعا موضوعنا هو بخص النسائية. رح نخصص وقت أخير بخصوص الرد على الأسئلة. موضوع الإسقاطات الحملية المتكررة طبعا هو رح يكون محور موضوعنا لليوم. أسبابها مثل تعريف وأسبابها، أسباب الإسقاطات المتكررة، والعديد من الأسئلة رح نسألها للدكتور. بداية مرة تانية رح نرحب بالدكتور ونفوت بموضوعنا اللي هو مهم كتير وبيخص فئة معينة من المجتمع وهي مهمة كتير. دكتور، لو نعرف الإسقاط الحملي يا ترى شو هو؟ طبعا موضوعنا مثل ما قلنا إسقاطات الحملية المتكررة خاصة. تعريف الإسقاط ونحن نقصد العفوي. الإسقاط الحملي العفوي تعريفا أي ضياع لمحصول الحمل قبل الأسبوع 20 من الحمل، أي قبل منتصف الحمل، بنسميه إسقاط حملي. هاي كتعريف للإسقاط الحملي. الإسقاطات المتكررة عندما يكون عندنا إسقاطين أو 3 إسقاطات متتالية فبنسميها إسقاطات متكررة. أهمية هالشيء ونسبته أنه 15 إلى 20% من الحمول تنتهي بإسقاط. نعم، رقم كبير، أي يعني أنه 23 مليون إسقاط حملي سنويا عم يحدث في العالم. رقم كبير. هذا المعروف وهذا المسجل والموثق. علما أن أحد الأطباء، أحد العلماء، فحص دم الحيض عند النساء المتزوجات فكشف 60% منها كان تحوي بويضة ملقحة، أي كان في مشروع حمل وإسقاط باكر. وهذا غير ملاحظ. فعنا رقم كبير وموضوع هام جدا وراح نخوض فيها إن شاء الله. بناخذ فاصل صغير متابعينا ومستمعينا، خلوكن معنا. موضوعنا لليوم هو بخص موضوع الإسقاطات الحملية المتكررة سواء العفوية أو الغير هالشيء هذا. فاصل صغير، خلوكن معنا. طير العظمانة قرهوش الكردستاني، لو كي من ثور جفانا وأبكى غفداني. قال لي طير العظمانة قرهوش الكردستاني، كتكا من ثور جفانا وأبكى غفداني. أبلوي وعبالا الكتشون كرين دلالا الوانتيال والنوالا الفينيتنا أفضاني
العبلوي وهبالا تجنكرين دلالا الوانجيال والنوالا الفينيتنا أفطاني وردشين مسلابا لحمو كريبابا ولاد بكن آبا ودك من راكن فرماني. رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا مستمعي إذاعة بوير اف ام من مدينة قامشلو. مثل ما ذكرنا لكم أنه هلا ضيف الفقرة الحوارية هو الدكتور فواز حاج إبراهيم، أخصائي بالأمراض النسائية وجراحتها ومعالجة العقم. موضوعنا اللي هو بيحكي عن الإسقاطات الحملية. كان وصلنا لفقرة أنه كانت الإسقاطات المتكررة. بنرجع لموضوعنا مع الدكتور فواز. قلنا النسبة يعني 15 ل 20% من الحمول تنتهي بإسقاط، يعني 23 مليون إسقاط سنويا يحدث في العالم. أهمية هالشيء إنه الإسقاطات المتكررة، إذا كان عندنا إسقاط متكرر فاحتمال الحمل القادم إنه يصير فيه إسقاط كمان 40 ل 50%. نعم، فرصة. 50% من الإسقاطات الحملية مجهولة السبب عالميا، هاي باعتراف أرقى المراكز في العالم. وفي حال نعرف السبب فنسبة النجاح لا يتجاوز 70%. نعم. مرة ثانية فعنا 30% فشل في العلاج. فعندنا مشكلة حقيقة. أي فائدة نقدمها للمريض فهي شيء عظيم. قلنا 50% من الأسباب معروفة و50% أسباب مجهولة. الأسباب المعروفة ما بدي أطول فيها كتير لأنه هي معروفة وكل وحدة إلى علاجها وحسب المدارس وحسب خبرة الطبيب. بس بدي أذكرها وأذكر خبرتي فيها. صار لي 30 سنة بهالمهنة، أنا أخصائي. فأهمها تشريحيا نقول تشوهات الرحم، رحم ذو قرنين أو التصاق باطن رحم، عقد ليف، ضاغط على بطانة الرحم أو قصور عنق الرحم. رحم ذو قرنين يعني حسب خبرتي الأفضل أنه يكون العلاج محافظ. تعطي فرصة للحمل، يتمدد كيس الحملي السائل الأمنيوسي ليرتكز على جوفين الرحم ومريضة ترتاح بالفرشة وتريح حالة من الأعمال، وأغلبهم يمشي الحال. حتى في مراكز بالشام ساووا دراسات فشافوا المجموعة اللي ساووا لهم عمليات والمجموعة اللي خلوها محافظ فالنتائج كانت متقاربة نفس الشيء. فالأفضل المريضة تريح حالها ويمشي الحال وتاخذ مرخيات وبروجستيرون وما في شيء بيخوف. التصاق باطن الرحم فهو فك الالتصاق سواء بمسبار الرحم حسب المدرسة القديمة كنا نسويها أو بواسطة المنظار. حديثا يعني. أما عقد الليف فحسب حجمه وموقعه، فإن كان العقدة مهما كانت صغيرة وضاغطة على بطانة الرحم فتسبب إسقاط، ومهما كانت كبيرة وخارج بطانة الرحم أو بخاصرة الرحم وخارجية فما بتأثر. في عنا قصور عنق الرحم. بصراحة قصور عنق الرحم أنا من النوع اللي بفضل مرة تانية العلاج المحافظ. حتى أنا شخصيا ما أحضربتها لأنه حدث حالات صار فيها تمزق لعنق الرحم من خيط أو من عقدة الخيط على عنق الرحم، لأنه بيجي المغص ومريضة تأخر حالة وبدها تحتفظ بحملة. فتمزق الرحم وعنق الرحم بالحمل شيء خطير، لأنه الرحم بنهاية الحمل عم بيجي 750 سنتي يعني 3/4 لتر دم بالدقيقة. فتمزق الرحم شيء رهيب.
عندنا أسباب غدية. الأسباب الغدية أهم شيء قصور جسم الأصفر، يعني بدك تعوض بالبروجستيرون. إذا كان دكتور عنده قناعة وشخص أو بده يعوض، فأنا أنصح أنه ما يعطوا حبوب. فكل بروجستيرون هو على شكل حب يؤخذ فموي، فهو مشتق أندروجين، هرمون ذكري، مشتق التستوستيرون. فبيأثر على الجنين الأنثى، ممكن يشوه الناحية التناسلية عند البنت اللي عند الجنين، هرمون ذكري. فالأفضل إذا بده يعوض الواحد يعوض إبر. والإبر عنا بالمقاطعة هلا حاليا في ألماني وفي ماليزي جيد، وأنا لا أنصح بالهندي. في أيراني جيد. الباكستاني بصراحة ما عندي خبرة عنه. واللي بده يعوض يعني يعوض ل3 أشهر، 3 أشهر ونص، مو أكتر، لأنه المشيمة هي عم تفرز بالشهر السابع 250 ملي جرام بروجسترون يوميا، نفس كمية الإبرة البروجسترونية يوميا عم ينفرز من المشيمة. فشو بدك تعوض بالشهر السابع؟ بعد الشهر الثالث ما في حاجة للتعويض. نجي على قصور الغدة الدرقية. بصراحة قصور الغدة الدرقية بحاجة لدراسة أكثر، يعني بدنا نقول القاتل الصامت. إذا ما سوينا تحليل ما بنعرف. مناطقنا مناطق الصحراوية البعيدة عن البحر، لأنه البحر هو المركز المصدر الرئيسي لليود. فالمناطق الصحراوية والبعيدة عن البحر بتكون فقيرة باليود، فبالتالي الغدة رح تكون مقصرة ولو بشكل خفي. فياما نشوف صبايا بنات عمر 15-14 سنة عندهم سلعة درقية، لأنه الغدة عم تكبر تحاول تعوض بهالهرمون. فالأفضل أنا أنصح المرضى، وبالمحاضرات عم بقول إنه يا ريت يستعملوا شعبنا الملح اليودي، وهي حتى من توصيات الصحة العالمية. الملح اليودي حتى ما ندخل بفرط جرعة اليود، أنا أفضل إنه مكيال من الملح اليودي مع مكيالين أو 3 من الملح العادي الصخري ويستعملوا. فقصور الغدة الدرقية يسبب البدانة ويسبب كسل الأمعاء وكسب الوزن، وحتى يعني نقص في الاستقلاب في كل شيء، حتى التحصيل العلمي. فبنفيد العالم انه الملح اليودي نقضي على قصور الغدة الدرقية، او نحلل ونكشف اذا كان في بدنا نعوض. فهذا كان من الأسباب الغدية. أما في عنا أسباب تانية مناعية. بصراحة يوم دخلنا الاختصاص من 35 سنة ما كان في هالأسباب المناعية، كان يذكر ذكر انه اسباب مناعيه، بس هالتفصيل حاليا ما كان في. حاولنا نعوض هالنقص بحضور المؤتمرات وبالدراسه وبالانترنت، فتعرفنا على هالاجسام المناعيه. في عندنا مثلا الذئبه الحماميه. فالاسباب المناعيه نوعين. في امراض الام بتكون مصابه فيها ان كان في حمل ولا لا. أسباب مناعية الذئبة الحمامية أنتي فوسفوليبيد أنتي بادي عندها، أو أنتي كارديوليبين، أو أجسام مضادة للغدة الدرقية، أو بروتين سي عالي، أو بروتين اس ناقص. فهاي الأمراض إذا كانت عند المريضة وتؤذي جسمها، خلاياها بتؤذي الأعضاء، فهي أكيد رح تؤذي الجنين اللي هو جسم غريب أكثر. وفي أسباب مناعية يكونها وجود الجنين، كونه جسم أجنبي، نصف الجنين يأتي من الأب، فنسيج غريب. فإذا تشكل فجسم الأم راح تشكل خلايا تي لمفوسيت وتهاجم جسم الجنين. بالنهاية الأجسام المناعية، الأمراض المناعية اللي تأذي الجنين بتسبب تجلط في أوعية الدم في المشيمة، فبتسوي إفقار ونقص تروية للجنين، ومن ثم نقص نمو أو موت الجنين والإسقاط. فعلاج الكل يبقى الأسبرين، وأنا أفضل الأسبرين حتى على الهيبارين. في مراكز تفضل الهيبارين، في مراكز تفضل الهيبارين مع الأسبرين. طيب في أحسن مراكز إذا يعطوا هيبارين وعندهم فشل 30%،
التفسير انه عندهم 50% اسباب مجهوله هي اللي تقتل. انت تعطي هيبارين، يعني اكثر من هيبارين شو بدك تعطيه كمميع تماما ويموت الجنين. فأنا راح أركز في نصف الثاني من المقابلة على الأسباب المجهولة اللي أنا خضت فيها من غير قصد، وجدت حالي عم بخوض فيها وطلعت بنتائج وأريد أفيد المرضى. أكيد. فاصل صغير كمان، خلوكم معنا متابعينا وراجعين. مرة ثانية بنرحب فيكم مستمعينا ومتابعينا، متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. موضوعنا لليوم مع الدكتور فواز حاج إبراهيم، أخصائي بأمراض النساء وجراحتها، هو الإسقاطات الحملية. ووصلنا لعديد أسباب هي مجهولة واللي عم يركز عليها الدكتور فواز بخصوص هالأسباب هاي. يا ترى شو في أسباب غيرها دكتور؟ لا، في عنا الأسباب المعروفة كمان أسباب صبغية وجرثومية بدي أذكرهم قبل المجهولة. أسباب الصبغية نقرأ المصادر ومن الانترنت والدنيا إنه في مذكور إنه والله شيء يقولوا 3% من البشر في عندهم اضطراب صبغي بيورثوا للأجنة فبيصير إسقاط، أو حتى في منهم قال لا 1/1000 من البشر. وأنا برجح لأن مو معقول إنه من 3 من 100 في عنا 3 من بشر عندهم اضطراب صبغي. فبكل المراكز بتذكر إنه الأسباب الصبغية بتسبب 3% من الإسقاطات. طيب في عنا الإسقاطات الباكرة، الإسقاطات اللي نقول بيضة رائقة من دون ما يظهر دقات قلب الجنين. التحليل الصبغي النسجي لهم بيظهر 70% تشوه صبغي. فمنين يجينا؟ فهاي أكيد مطلقا ما تجي من الآباء، ما تجي إنه والله عندهم تشوه بنيوي فيرسوها. لا، هو سبب مكتسب جرثومي فيروسي، نقص فيتامين، نقص معدن. لأنه عندنا حالات ياما الآباء عندهم ولدين وما فيهم شيء وكل شيء تمام، بعدين يصير عندهم إسقاطات متكررة وتشوه صبغي للأجنة. فمنين إجا؟ لو كان عندهم شغلة بنيوية كان المفروض إنه مشكلة من الأول تظهر، أو بالعكس. يعني أحيانا الأبوين بصير عندهم إسقاطات للأم، تشوه صبغي للأجنة، إسقاطات متكررة للبيضة الرائقة، وهي فيها 70% تشوه صبغي. حالتين 3 وبعدين السبب ما يصير عندهم أولاد ولا أروع. فدليل أنه كان في سبب وزال، أي أن السبب مكتسب وبيئي وليس بنيوي. وأنا هذا بدي أركز عليه، وأنا شفت نتائج. ويعني قصدي الدكتور ما يستسلم إنه والله تشوه صبغي شو بدنا نسوي. لا، تشوه صبغي في سبب سوى تشوه صبغي، تشيل السبب بيرجع الحمول وبنسبة نجاح عالية جدا. في عنا أسباب جرثومية وفيروسية. معروف أنه جرثومة التوكسوبلازموز بتسبب إسقاطات وحتى متكررة إذا كان تفاعل الجرثومي المناعي إيجابي فبنعطي علاج، وإذا سلبي ما بنعطي. ونفس الشيء للفيروس السيتوميغالو فيروس، إذا كان اختبار المناعي إيجابي بنعالج، وإلا ما في حاجة. فهلا حاليا راح نذكر بالأسباب المجهولة إنه لا، في أحيانا جرثومة توكسوبلازموز مخادعة، وأحيانا فيروسات أيضا مخادعة. بعد الفاصل خلوكم معنا لنتعرف عن الأسباب المجهولة للإسقاطات الحملية. خلوكم معنا بعد الفاصل. فيكم مستمعينا ومتابعينا للجديد انضم لنا عبر بثنا المباشر 103.5 وعبر بثنا المباشر على الفيسبوك بوير عربي. مجدد تحياتنا لكم مع الدكتور فواز حاج إبراهيم ضيفنا بالفقرة الحوارية، وموضوعنا اللي هو طبعا مهم كتير. موضوعنا هو الإسقاطات الحملية. طبعا كان نوصل عند الأسباب المجهولة، ولكن بدي أسأل هالسؤال هذا للدكتور. يا ترى الزوج هو مو من أحد الأسباب المعروفة دكتور؟ طبعا يعني الجنين مكون بالنهاية من النطفة والبويضة. فنصف الجنين من الأب.
فحتى يكون عندنا جنين بخلقة جيدة ونسيج ممتاز، فالمفروض أنه تكون النطاف جيدة. فأي تسمم عند الزوج في أثر على النطاف وبالتالي على نتيجة الحمل. فالتدخين خاصة، التدخين أحد العلماء ذكر أنه التدخين عند الزوج خاصة بسبب تقطيع للعورة الصبغية للخلايا في DNA، يعني المورثات في النطفة، وبتلتحم بشكل عشوائي. فهيك نطفة أكيد راح تعطينا جنين مشوه وأسقاط بالتالي. فالتدخين من أهم الأسباب اللي تسبب تشوهات صبغية في النطاف. طبعا الأسباب الأخرى أيضا مهمة، الكحول، البترول، الإشعاع، العلاج الكيماوي، التلوث البيئي كله. فكل شيء بيأثر على النطاف، بالتالي يأثر على نتيجة الحمل. هاي من ناحية الزوج كسبب. أما الأسباب المجهولة فهاي أنا أريد أركز عليها، وهي الأهم، لأنه الأسباب المعروفة قلنا كل واحد واجتهاداته وعلمه وخبرته. الأسباب المجهولة إنه أحد العلماء أنا قرأت له أكثر من شيء 10 سنوات مقال بمجلة طبية، إنه كشف إنه جرثومة التوكسوبلازموز أحيانا تكون مخادعة، تسبب إسقاطات متكررة وكل مرة تتكلس في جدار الرحم وما تعطي تفاعل مناعي، ما بينكشف. فبهالحالة أنا فكرت أنه معناتها بدنا نعطي بشكل افتراضي لكل حالات إسقاطات المتكررة علبة سبيرامايسين، وأطباء الأسنان بيعطوها لالتهاب اللثة، ونحن ناخذها للوزات. شو هالشغلة يعني المريضة نعطيها، فبالفعل شفت نتائج رهيبة للجرثومة بشكل افتراضي توكسوبلازموس. فضل عندي حالات بتضل بتسقط ومريضة تقول لي ورح لي 3 أجنة ب4 أشهر و3 أشهر ومشوه. فما كان عندنا تفاعلات اختبارات بصراحة مخابر تكشف مثلا فيروس سيتوميغالو فيروس. فاضطريت انه اجرب واعطي علبة فيراميد ل10 أيام، فبالفعل حصلت على نتائج رائعة. هلا بالفترة الأخيرة توفر المخابر وهاي وخبروني إنه في تحليل، فأنا صرت أفكر إنه عجب أي فيروس كنت عم بقضي عليه. فضليت أعطي بشكل وقائي علبة فيراميد. طبعا الفيراميد له يعني معلومات لازم نحكيها. دواء حساس لا يعطى مع أي دواء. أنا كنت عم بعطي عيار 200 ملغ صبح ومساء، أو الأوزان فوق 80 كيلو، حبة 3 مرات مضاد فيروسي ل10 أيام. بعطي أول 10 أيام سبيرامايسين 1.5 مليون صبح ومساء 10 أيام مع بداية الدورة. يعطي للزوجين ولا للزوجة؟ لا للزوجة. بعد يومين فاصل من دون أدوية بعطي فيراميد ولوحده، لا يؤخذ مع أي دواء فيراميد. حتى مع الفيتامينات، حتى مع الأعشاب الطبية العطرية، يانسون وبابونج وقرفة وقرنفل وزنجبيل وهالشغلات، لأنه ممكن يشكل معقد كيميائي بتفاعله مع الأدوية. لأنه اليوم نقول يانسون مثلا أو بابونج مهدئ، ففي مادة كيميائية هي اللي تهدئ. حتى مذكور لا يعطى مع القهوة مع الكافيين، فتصور درجة الحساسية. يفضل انه مريضة نوصية انه تشرب سوائل كافية، خاصة الماء يكون في إماها جيدة. حتى مذكور احيانا يترسب في الكلية على شكل حصيات في المناطق الصحراوية بوجود الشمس وهي، وحتى له تحسس ولو نادر قليل جدا في المناطق الصحراوية، خاصة اللي تعرضوا للشمس واستجفاف بسبب وزمة في الشفاه وحتى في اللسان وعسة في التنفس. فالأطباء بدهم يكونوا شوي حذرين، بس أنا عم بعطي. في سبب ثالث
في سبب ثالث من الأسباب شو قلنا جرثومة التوكسوبلازموز أحيانا تكون مخادعة، هي من الأسباب المجهولة. وفيروس ما، وخاصة علاج الفيروس شفت فائدة بمجموعة اللي يروح لهم حمل باكر بيضة رايقة من دون دقات قلب جين، هدول فيهم تشوهات صبغية عالية استفدت فيهم كتير. عفوا في حالات في حالة اضطريت فيها مريضتي وخاصة تخصني، رحت مع للأردن عند دكتور زيد كيلاني، راح له 7 اسقاطات مشكل ملون، شيء شهرين وشيء شهر وشيء يومين وشيء اسبوع. فما انكشف معنا لا بالشام ولا بطرطوس، وكل الاسباب المناعيه ما كشفناها. فرحت عند دكتور سوالة تحاليل شيء تقريبا $1000، فكشف عنده نقص فيتامين B6 وسي، وقال لي هاي السبب انه بتسبب موت الأجنة. فيوم اللي بدنا نعوض هالفيتامينين بصراحة عوضناها بجرعات علاجية، يعني كان 50 ملغ من كل فيتامين. هلا دايفيت الأمومة مثلا فيها كل الفيتامينات، بس كل فيتامين 1 و2 ملغ، لا أعطيناه 50 ملغ يوميا. وبالفعل الله رزق الصبي وبعدين بنت، وبالفعل أنا صرت أضيف لمرضاي بصراحة معنا مخابر وحتى أتأكد وإيش بدي يساوي. فصرت أعطي علبة فيتامين B6 وسي، مع في عندنا فيتفول فيها فوليك أسيد وفيتامين B6 25 ملغ وفيتامين B12 وأسبرين أطفال. فحصلت على نتائج رائعة. فاللوحة اتشكلت عندي أنه بعطي أول 10 أيام من الدورة اللي في عنده سوابق إسقاطات متكررة سبيرامايسين 1.5 مليون صبح ومساء 10 أيام، بعد بيومين فيراميد عيار 200 ملغ صبح ومساء 10 أيام واللي وحدي مرة تاني، بعد بيومين أبلش بالفيتامينات فوليك أسيد مع فيتامين B6 50 ملغ مع فيتامين سي 50 ملغ أو نصف حبة حتى جرعتها تكفي، وأسبرين أطفال حتى تكون جسم المريضة مزودة بهالفيتامينات والأسبرين أثناء التعشيش قبل غياب الدورة، فحتى نمد الجنين بالفيتامينات من البداية ويكون عندنا الدم مميع. عفوا خلال 3 سنوات بصراحة لاحظت أنا أنه حالة فشل ب4-5 أشهر جنين مات. فصرت أتساءل أنه عجب تقيدوا بالعلاج أو تدخين الزوج هو السبب، أو حقيقة كان صبغي وما بعرف، أو إنه فيتامين آخر ناقص ومناطقنا ما فينا نحلل فيتامينات بي لوحدة من فيتامينات 9 فيتامينات. فأنا عوضت 3 فيتامينات، عجب فيتامين B1 هو كان سبب ولا B2 أو B3. فهالشي بحاجة لدراسة أكثر. وبصراحة كمان بهال3 سنوات صار معي 3 حالات إسقاطات لمرضاي من نوع البيضة الرائقة، يعني قبل ما يظهر دقات قلب الجنين. ومرة تانية تسألت نفس السؤال، وأنا متفائل بالنسبة للمستقبل إن شاء الله راح نوصل على نتائج أفضل إن شاء الله. طب دكتور، هلا محور موضوعنا اللي هو قصة الحمول والإسقاطات اللي ذكرتم، طبعا بيضة رائقة هي اللي حيث أنه 70% منها تشوهات صبغية، يعني أنه السبب هو مكتسب ولا بيئي ولا بنيوي ولا شو هو؟ فقلت انه باعتبار الابوين عندهم اولاد حملوا حملين بشكل جيد وما كان في شيء، بعدين صار يظهر عندهم اسقاطات، فهذا دليل انه السبب مكتسب. نعم. فيروسي او جرثومي طرأ على الوضع او نقص فيتامين معين، او انه كان عندهم اول شيء اسقاطات يعني يخسروا اجنه وبالنهايه صار عندهم اولاد. فالدليل انه السبب بيئي مكتسب وليس بنيوي، ليس السبب صبغيات الابوين. فهذا الدليل. فانا عالجت المرضى على هالناحيه وبالفعل تحسن عندي النتائج.
في حالات بتصير الاسقاط انه والله المريضه تذكر انه عندي اسقاطات ولو متكرر، كانت عندي حاله وحالتين ثلاثه يبلش بنزف. فهالحالات اللي اجتني مريضه من كوباني وهي حامل شهرين وعندها نزف، خير ايش في قصتكم؟ انه والله راح لنا 6-7 حمول خلال 8 سنوات وما شفنا اولاد، بشهرين و3 و4 و5 و6 يبدا النزف الى ما انه يصير اسقاط. ففكرت فيها انه في عند المريضه هاي سبب ما يمنع الحمل، بس بيسيء للتعشيش. يعني اذا حامل من شيء مع بطانة الرحم في مشكله، فتوصلت للنتيجه انه جرثومه الميكوبلازم هي السبب. معشة في بطانه الرحم ما تمنع الحمل، بس التعشيش بيكون سيء ليسقط. فاعطيته دواء ايام زمان كان في عندنا ريفامبيسين، هلا عم بعطي ازيثرومايسين. بالفعل مشي الحال وكمل حمله وسينا لها حتى قيصريه، ومن شي 6 شهور رجعوني وما شاء الله الاولاد والحكي كان من شي 10 سنوات. فاحيانا النزف بيكون سببه جرثومه الميكوبلازم وعلاجه فعال جدا. بعد منها مريضه حكت معي من دنمارك، صار معها 3 اسقاطات بنفس القصة، انه يبلش ينزف ليروح. بالفعل اهله بعثوا له من هون اجوا لعندي، بعثنا له ازيتروسين وكمل حمله ومشي حاله الله رزقها بنت تماما. فاحيانا سبب يومي اللي يكون نزف فبيكون الميكوبلازم. فعندي قصة مريضة اجتني من قحطانية، قصة حمل عنقودي وبعدين اسقاطين متتاليين ببيضة رائقة، هدول اللي عندهم تشوه صبري. بالفعل بهالبرنامج سبيرامايسين وبعدين فيراميد وبعدين فيتامينات، صار له حمل وكمل حمله والله رزق الصبي. وهاتفه عندي وتليفونه عندي وسينا له قيصرية مشفى الرحمة من شي 5-6 شهور، وغيرها كمان حالات ثانية. وطبعا عم بقول انه مرضاي انا كلهم من بين العقم وبالاسقاطات، وعندي نسبة جيدة من العلاجات، بس بالفعل ما كان عندي غير حالة فشل ب4 أشهر و3 حالات بيضة رائقة، يعني قبل ما يظهر دقات قبجين خلال 3 سنوات. طبعا هاي نتائج رائعة، وبتمنى انه زملائنا يتبعوا هالعلاج ويخبرونا بنتائجهم، وانا اتقبل منهم اي ملاحظة او اي اضافة. دكتور، هلا بخصوص معالجتكم للزوجين، كونكم عم تعالجوا موضوع العقم، يا ترى بتستعينوا باطباء جراحة بولية او اطباء بولية بخصوص الزوج اذا صارت في مشكلة عند الزوج، ولا انتم بتعالجوا الموضوع؟ من ناحية علاج الزوج، طبعا إذا كان في نقص في عدد النطاف أو تشوه أو ضعف حركي شديد أو هيك، فطبعا نستشير أطباء البولية، عندهم خبرة بتعويض الفيتامينات والمعادن، فكنا نكمل بعض يعني. طبعا الاستشارة مو غلط يعني. تماما. فاصل صغير، خلوكم معنا لنعرف التحضيرات لحمل جيد شو هن. خلوكم معنا. واسكردستانم وكاجيهانم جيمراني شرقرانم واسكردستانم وكاجيهانم جيمراني شرقرانم كان يجيني واري هبوني لهويا ومروجي درتينم كان يجيني واري هبوني لهويا ومروجي درتينم
مجددا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا للجديد انضم لنا هلا عم تتابعوا بوير اف ام على الموجه 103.5 عبر بثنا المباشر بوير عربي. وضيف الحلقه هو دكتور فواز حاج ابراهيم، اخصائي بالامراض النسائيه وجراحتها ومعالجه العقم. موضوعنا اليوم اللي كان عم بيحكي عن الاسقاطات الحمليه، وطبعا وصلنا لعند محور اخر مهم هو كونه الدكتور يعني عم نحكي عن موضوع الاسقاطات. يا ترى دكتور بالنسبة لتحضير لحمل جيد، مريضة ما عندها حمل كيف بتحضرها؟ طبعا مثلا في سوابق المريضة اسقاطين او 3، فتجي مريضة منهكة ومتعبة نفسيا وجسديا ومعنويا، فنريد الافضل نريح المريضة عدة اشهر ونعطيها دعم معنوي ونعالج مثل ما قلت من الجرثومة التوكسوبلازما بشكل افتراضي ومن الفيروسات ونمد جسمها بالفيتامينات. وفي معادن حتى نحن نسميها معادن الإنجاب، عند الأم معدن الزنك وعند الأب سيلينيوم. وأنا حتى أنصحهم بالأطعمة الغنية بهالمعادن، ولا مانع أنه نعطيهم علبة مقوي فيتامينات ومعادن لحتى ترجع المعادن النفيسة، هالمعادن الضرورية لإنجاب جيد للمستودعات في جسم الأم، بصير بيرجع لمخزونها. والزوج نحاول ننصحه يمتنع عن التدخين واللي يبتعد عن العوامل السامة اللي تأثر على النطاف، لحتى نعطي فرصة للجيل الجديد يظهر عنا من النطاف. يعني بعد شهرين أقل شيء بدنا أو 3 أشهر. فبداية جيدة نهاية جيدة، والتحضير ضروري. وطبعا المرضى بيضل عندهم إلحاح، يعني ما يصبروا كتير. يا ريت كان 6 أشهر ناخذ فرصة، بس أقل شيء 2 3 نتفق معهم لنحصل على تحضير لحمل جيد بالقضاء على الجرثومة وعلى الفيروس، ونعوض الفيتامينات والمعادن، ونريح الزوج من التدخين، ونحصل على جيل جديد من النطاف. فبداية جيدة نهاية جيدة. أريد أذكر أحيانا بتكون الأسباب المناعية تكون قاضية وقوية، وبصراحة أنا أعتمد على السريريات. حدث أكثر من حالة بتخبرني المريضة بعد تأخير الدورة، يعني في حمل بشي أسبوع 10 أيام، إنه يا دكتور بصير صابني حكي معممة ومزعجة جدا، ويصير عندهم تقليع للجلد اليدين حول الإبهام أو بالكف، ينقلع الجلد مثل جلد الأفعى بشي سنتي أو نص سنتي مربع كامل. فهذا دليل إنه صاير عنده تفاعلات مناعية رهيبة. فهدول أعطيهم كورتيزون، بريدنيزولون 10 ملغ الصبح 10 ملغ مساء للأسبوع السابع من الحمل، يظهر دقات قلب الجنين، وليكون الأسبرين يعني تأكد مفعوله وميع الدم. هذاك الوقت بساوي بقطعه بشكل تدريجي حتى ما تتأثر جسم الأم وتنزعج. ونجحت بأكثر من حالة على هالطريقة. بس عندما يظهر عندي أعراض مناعية، حكة معممة بالجسم أو تقشير في الجلد وانقلاع كامل طبقة الجلد عم بتصير معه تموت. يعني إذا ما تظهر الحالات هاي ما بتعطي الكورتيزون؟ لا، إذا ما تظهر هالشيء ما بعطي. أو إذا كانت عم بعطي بقضي على الجرثومة وعلى الفيروس وعلى الفيتامينات، بعطي الفيتامينات ومرة ثانية فشلت وخاصة بأول فترة، فبالحمول القادمة اضطر أعطي الكورتيزون بشكل وقائي، وهيك بنكون خدمنا مرضانا على أجمل. نعم دكتور، سؤال آخر طبعا وهو الأخير بالنسبة لنا. هلا بحكم ظروفنا بمنطقتنا التلوث البيئي، سواء كان دخان السيارات أو المولدات والظروف البيئية، هاي هالأمور هاي مثل ما ذكرت ولا من ضمن الأسباب المعروفة التدخين. يا ترى إلها سبب هالأمور؟ طبعا كل شيء بيأثر، حتى الأدوية بتأثر.
تماما. الأدوية الثقيلة بتأثر. ف نتحرك ضمن الإمكانيات. تماما. فطبعا التدخين السيارات أنا بذكر حالي كان عندي شاب عالجه من شدادة عنده 10 ملايين عدد النطاف، أعطيناه فيتامينات وهاي إجا بعد شهرين ولا صار عنده صفر من هون لهون، ولا عم يشتغل بحركات البترول. تماما. فتصور درجة التأثير. نعم. بيلعب دور في كل شيء بيأثر طبعا. دكتور، بختام الحلقة حابب هيك كم نصائح للزوجين للي بيمروا بهيك حالات بصير معهم اسقاطات، مجموعة هيك نصائح انه يستشيروا الاطباء، شو بيعملوا اذا مرت معهم هالحالات اللي اريد اطمنهم انه ما في شيء مستحيل كعلاج، كله قابل للعلاج ان شاء الله. وأهم شيء الزوج يخفف من التدخين إذا ما يقدر يترك ل 4 5 6 سجاير باليوم، مو باكيتين ولا باكيتين بيشوه كل شيء. وتعويض الفيتامينات ونقضي على الجرثومة وعلى الفيروس بشكل افتراضي. فأنا كل قناعة أنه راح نحصل على حمل جيد. تماما. يعني خلال حديثكم وزبدة الموضوع أنه لا إسقاط بعد اليوم. والله أنا أحب أحط هالعنوان للمحاضرة. نعم. بالتوفيق لكم دكتور فواز حاج إبراهيم، نتشكركم على هذا اللقاء المفيد، وبتمنى سواء كانوا مرضى أو مستمعين أو أطباء استفادوا من هذا اللقاء وهالمعلومات. طبعا في كتير سلامات وتحيات أيضا من مروان أومري ولكل المستمعين اللي عم يتابعونا. بتمنى إذا حدا عندهم أي سؤال رح ناخد فاصل بعد الختام. إذا حدا ضل عنده سؤال فينه يتواصل معنا. نشكر الدكتور فواز حاج إبراهيم، أخصائي بأمراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم، على المعلومات القيمة اللي أفادنا بها. وكلمة أخيرة عند الدكتور. يا أهلا وسهلا، وأنا بالخدمة وعنا خبرة وإن شاء الله نفيد شعبنا إن شاء الله. خلوكم معنا متابعينا بعد هالفاصل، بنرجع لبرنامج عطر الصباح.